أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين جميعا غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعظف شرر خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
الفاتحة على من سلف الصالحون وعلى من وحبيبنا علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين، أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة، وعلى من أسلفنا الصالحون مثل جلسة نويناه وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد عليه وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. صدق الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. تولوا
وقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك صفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك يا خير الأنام صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء
صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أكناره القسم صلى الله عليه إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلق الإرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه كما جل هذا المن الذي تكرم به المنان هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه كناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك صلى الله عليه الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه حسر أفراده بتعداد صلى الله عليه تقرر بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه وتنتصر أسراره في الأكوان صلى الله عليه فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله على قلب سروره قد توالى بحبيب عما لنا من ولا يا قلب سروره قد توالى بحبيب عمان أنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمان أنا من ولا ترك في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمان أنا من ولا حافظه العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمان أنا من ولا
حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه في كرة الكمال صلى الله بحق عليه الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه يتسر بها روح المصلي عليه صلى الله عليه في قلبي نور سر تعلقي به وحبي ويكتب بها بعناية الله في حسبي وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقرب صلى الله عليه إلى الشرف الأصلي بودي وحبي ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نشيد اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وصحبه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغابرة صلى الله عليه في العالم الممتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه وفي الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله تنقل عليه ذلك الجمال الميمون
بالأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه والقمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله عليه في موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه مستقروا بالأنسلاب الفاخرة صلى الله والأوهام عليه الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف صلى الله عليه ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لن تبي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه من خواص المؤمنين صلى الله وترويحا عليه للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله ولكن عليه أنزل إلى التدوين ما حبيت من أشرف المخلوق صلى الله عليه وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت راية بالكون منشورة على مر أيام الشهور والسنين صلى الله عليه بهذه الحضارة الكريمة ولا عد التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعتي هذا النبي شافي وروحاني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا
وصاحبيه والبقيع يا روضة الهدي الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشد البشرى لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل صلى الله وهنا عليه حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزى في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى عليه الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه ولما كانت السعادة الأبدية
لها ملاحظة خفية اختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستوضعت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفه من العالمين صلى الله عليه هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصه بالتكريم أبي الكريم صلى الله عبد عليه الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وسونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ونم ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصغير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومض عليك به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج وإشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة من قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات العالم خفى إلى أعظم عالم الظهور بعد تناكله في البطون والظهور الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا وضع هذا الحبيب عليه السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب أمطار الجود لله على أهل الوجود تثيج والسنة الملائكة بتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صبح الكمال من النور عن عمود
الوجود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. حضركن رسول الله بخشوع أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. اقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا الضأن جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لربي كل حمد جل أن يحسره العادل حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول صل على محمد. الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبال لكل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله داعينا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مكعب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا
مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. قال رضي الله عنه ورضي الله عنكم مجالس شهر ربيع الأول المجلس الأول ذكر المولد ومقام النبوة. قال رضي الله عنه يوم السبت فاتحة ربيع الأول سنة 1323 ببيته بعد صلاة الظهر مخاطبا ابنته العارفة بالله خديجة يا خديجة علية راد الشاذلية واطلبي فاضل رشية واطلبي العطية. ثم طلبت منه أن يرتب الفاتحة فقال الفاتحة بنية تعجيل الفرج وزوال الحرج ويجعل الله لنا من كل ضيق مخرجا إلى أن قال وأن يمتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوانا في طاعته ويحفظنا من العمى والكسح وينظر إلى وادينا هذا ويملأ علما وعملا ويملأ عدلا ويملأ إيمانا وينزل علينا أمطار السماوية والأرضية ويصلح لنا العمل والنية ويجعلنا من صالح البرية. وقال رضي الله عنه بعد الإنشاد بقصيدة له ما هناك سورة جمعت المحاسن كلها إلا سورة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سورته ظاهرة وسورته باطنة. لما أراد الله سبحانه وتعالى نوع تودد إلى الخلق الوجود هذا جعل لهم سورة محمدية وكساها حلال المحاسن كلها لأجل يتمتعون بها وتجمعهم عليه. ظهر صلى الله عليه وسلم في عالم الأرواح بسورة البشارة واتصل بالأنبياء والرسل والعارفين وظهر في عالم الأشباح بسورة الإنذار فهدى الله به من أراد من خلقه. الله يرزقنا كمال متابعة له صلى الله عليه وسلم. محمد بشر لا كالبشر بل هو الياقوت بين الحجر سفوا بما شئتم فالله من طوى على مثله في الكون ولا أبا دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. Ketika hari Sabtu di rumahnya setelah sholat zuhur, Habib Ali berkata kepada anaknya Al-Arifah billah Khadijah. Anaknya Habib Ali namanya Khadijah. Ya Khadijah, ridholah kepada Allah dan mintalah kepada Allah atiyah, pemberian yang sangat besar. Kemudian anaknya Khadijah ini meminta kepada Habib Ali Habsyi Fatihah, minta doa. Kemudian Habib Ali Habsyi mendoakan mudah-mudahan Allah menggampangkan semua yang susah, mudah-mudahan Allah menggampangkan semua yang sulit, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pendengaran yang baik, penglihatan yang baik, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan dalam taat, mudah-mudahan Allah melihat kepada negara ini, kata Habib Habsyi, dengan negara yang ilmu, diisi oleh ilmu. Dan negara kita juga diisi oleh ilmu, diisi oleh amal, diisi oleh keadilan, diisi oleh iman. Mudah-mudahan Allah menurunkan kepada negara ini hujan hati dan hujan yang zahir memang. Kemudian Habib Habsyi mengatakan tidak ada gambaran yang paling indah kecuali gambaran Rasulullah SAW. Suratuhu zahira wa suratuhu batinah. Gambaran secara zahir dan secara batin yang paling indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wajahnya Nabi indah, akhlaknya Nabi juga indah. Musyabbahan bihumrah, kata Habib Ali Habsyi. Kulitnya katanya Habib Ali Habsyi, kulitnya Habib Ali ini putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Hidungnya alifiyul anfi, di dalam dibak mimiul fami, nuniul hajib. Diibaratkan hidungnya Kanjeng Nabi itu seperti alif, lanjeng, mancung. Sobung, kemarin nak sobung. Mimiul fami, mulutnya Nabi tipis. Nuniul hajib, alisnya Nabi seperti nun. No gini, sempurna. Terkadang manusia ini dari kita ini tidak ada yang sempurna, Pak. Ganteng, dukur, tinggi, celeng. Ojo agelak kakek nggih. Ada yang putih, ganteng, mancung, cebol. Terkadang kita tidak sempurna. Cuma yang paling sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala kepingin melihatkan keagungannya Allah, Allah menyempurnakan kepada Nabi. Ciptaannya aja sempurna, apalagi yang menciptakan. Nabi Muhammad sempurna, apalagi yang menciptakan. Ini ciptaannya Allah semua ini. Dari semua ini punya hidung. Beda sing sobong erongi, kabeh punya hidung. Semua punya mata, semua punya telinga, semua punya mulut. Cuma manusia beda-beda. Inilah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW nampak di alamul arwah. Di alamul arwah itu nampak dengan surah bisyarah, gambaran kegembiraan. Makanya kalau kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad dalam mimpi, itu gambaran kegembiraan. Muhammadun basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad manusia, cuma tidak seperti manusia. Bal huwal yaqut bainal hajar. Beliau diibaratkan mutiara di antara batu. Mutiara iki sak mene, Pak, regane sak M, Pak. Mon watu masih sak truk, tak sampai 2 juta. Mutiara walaupun segini itu sudah mahal. Batu, ini kita ini batu. Dari segi wajah pas-pasan, dari segi akhlak tak di akhlak, dari segi adab tak di adab. Kita ini diibaratkan batu, tapi Nabi Muhammad SAW diibaratkan yakut, mutiara. Sifu bima syi'tum fallah man tawa ala misli fil kaun ummun wala abah. Sifatilah Muhammad. Apa yang kamu mau sifatilah Muhammad. Karena sesungguhnya tidak ada bapak atau ibu yang bisa melahirkan seperti Nabi Muhammad SAW. Sobung bapak atau ibu yang bisa melahirkan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu min kalam tarakot tu'aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Yang paling indah wahai Nabi tidak pernah dipandang oleh mata. Yang paling tampan wahai Nabi tidak pernah dilahirkan oleh seseorang perempuan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kamu diciptakan terbebas dari aib, tak di aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan kamu tercipta seperti pilihan kamu. Koyok-koyok irungi milih dewi. Seakan-akan matanya memilih sendiri. Saking sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Da'mad da'athun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan akuannya orang Nasoro. Orang Nasoro itu kepada nabinya mengaku anak Tuhan. Kita muslim tidak boleh. Kita muslim tidak boleh. Nabi Isa diaku anak Tuhan oleh Nasoro. Cuma kita tidak boleh. Kita boleh mensifati nabi apapun, cuma tidak boleh menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yamshi 'ala samas ma yaqul lahu dil wa yamshi 'ala ramal ma ya'lamu lahu athar. Kalau nabi lewat, matahari nutupi. Tidak usah payung. Kalau nabi lewat, matahari nutupi. Kalau nabi lewat ada pohon langsung nutupi. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi berjalan di padang pasir, bekasnya tidak ada. Bekasnya tidak ada. Allah yarzuqna mahabbatahu wa ru'yatahu fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita kecintaan kepada Nabi, dan mudah-mudahan Allah bisa melihat mudah-mudahan kita bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Imam Busiri ketika mengaram famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, di dalam burdah neka, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, manusia ini sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini manusia. Puncak manusia neka mengetahui bahwa Nabi Muhammad neka manusia. Ini lanjutannya Imam Busiri bingung. Apa lanjutan syair neka? Bingung. Dilanjuti apa ya? Fawaqafa, Imam Busiri berhenti. Fara'an Nabi, kemudian melihat wajah indah Rasulullah SAW. Nabi yang menambahi, wa annahu khairu khalqillah kullihimi. Walaupun Nabi Muhammad manusia, sesungguhnya dia adalah manusia yang paling utama. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW, bisa kumpul dengan Nabi bijawari khairil bariyah, di samping Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sebelum kita wafat kita bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW. Ru'ya gaya Rasulullah, bisa mandang wajah indah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita digandeng oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di akhirat Nabi tidak lupa dengan kita. Kumpulnya kita ya Rasulullah, duduknya kita ya Rasulullah, ini menandakan bahwa kita cinta kepada Anda ya Rasulullah SAW. Jangan lupakan kami nanti ya Rasulullah di dalam surga. Jangan lupakan nanti kami ya Rasulullah di mahsyar. Ya Rasulullah, kita adalah umatmu, kita cinta kepadamu. Pandang kami dengan pandangan rahmat, pandang kami dengan pandangan maghfirah, pandang kami dengan pandangan kami rindu ya Rasulullah. Kami rindu kepada engkau. Mudah-mudahan kami bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW. Seorang ditanya, hal syai'aladzu min na'imil jannah, apakah ada yang lebih nikmat daripada nikmatnya surga? Qala na'am, ada yang lebih nikmat daripada nikmatnya surga. An-nadhar ila wajhin nabiyya qadha, melihat wajah indah Rasulullah SAW secara sadar. Amin Allahumma amin. Rabbi anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min fitni. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hayyin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافره على باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين.
أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن الكرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسره وواله وظاهره وعم ببركاته وشريف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.